اهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا ولسه مكملين ان احنا نشيل الشتوي اللي مش عايز يخلص ده، وكمان الشتاء اللي مش عايزة تمشي دي. احنا مش عارفين بجد فيه ايه. المهم، هنا لقيت الدولاب بتاع اللي هو البطاطين واللحافة ده كان متبهدل، فنزلته كله كله على السرير كده، وقعدت مع نفسي عملته ووريتكم الشكل. عايزه اقول لكم ان انا قعدت اشيل واحط واغير مكانه وبتاع والكلام ده كله لحد ما استقريت على الشكل دوت، الحمد لله. بس هو المشكله ان الحاجه كتير فبتاخد وقت معايا، فما حبيتش اطول معاكم. وريتكم قبل ما اعمله وبعد ما عملته علشان بس ايه، يعني تشوفوا بس ان انا عملته كده. المهم يعني الحمد لله انا كنت غاسله كل بطاطيني وحاجتي وما عنديش حاجه غير دفايات دي بس اللي احنا بنتغطى بيها، ان برضو لسه الجو ساقع. ويوم ما فكرت وقلت ان انا اصيف للعيال، الدنيا شتيت. تخيلوا ان الدنيا بتشتي واحنا داخلين على نص خمسة. يعني بجد انا مش عارفة انتي مثبتة معانا كده ليه ومش عايزة تمشي بجد. يعني مش عارفة، يعني ارجوكي ارجوكي امشي لان احنا تعبنا منك بصراحة. المهم يعني فخلصت كده، جيت اشيل الجواكت. عايزه اقول لكم العيال، ماما والنبي يا ماما صيفنا يا ماما. ماما احنا عايزين نلبس الصيفي، ماما احنا تعبنا يا ماما من الشتاء، ماما انا حران على كده. هو مش حران بس هو عايز يلبس الهدوم الصيفي باي طريقه. المهم يعني فانا تعبت وخايفه ان انا اصيف. انا كده كده ما عنديش حاجه يعني خريفي، هو الدفايات. وحتى لو انا لبست حاجه من تحت برضو العيل بيسخن، فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. المهم فعملت كده زي ما شفتوا كده قدامي قدامكم. طلعت كده على السرير وبقيت اطبق كده. ده الشورت اللي هو البنطلونات البردكولات دي. طلعتها بقى وقلت يلا بقى، انا خلاص بقى انا هصيف. في ناس كتير قوي صيفت من بدري، ده في ناس مصيفة من اول تلاتة او من اخر تلاتة. فالمهم قلت لا، انا هقعد اطبق كده واحده واحده مع نفسي. وقلت كمان اشجعكم معايا واديكم في نفس الوقت اللي وراها اللي لسه ما عملتش الشتوي. يلا نتشجع كلنا مع بعض. المهم يعني ان انا قلت ايه، اطبق كده البنطلونات هعلقها في الشماعة، والطقومة اللي هي مع بعض الترنجات احطها برضو عشان اعلق في الشماعة، عشان ما افضلش واقفة قدام الدولاب وعمالة اجيب من الشرق والغرب والكلام ده كله. فقلت يلا ايه اسهل على نفسي. فزي ما انتوا شايفين هنا كنت عمالة بقى بحط هدوم ملك لوحدها وهدوم مريم لوحدها ودودو لوحدها لحد ما استقريت. ما علينا من دودو عشان بتعيط يعني وصوتها عالي. هي كانت عايزة تطلع بره وهم حابسينها في الأوضة معاهم. المهم دخلت هنا، بصوا دودو واقفة ازاي، يعني مستعجلة على الصيف بأي طريقة. هنا كانت واقفة بالبامبرز وكل ما البسها بنطلون تقلعه. فأنا سبتها شوية لحد ما تنسى وبعدين هرجع ألبسه لها تاني. هي مستعجلة على الصيف قوي يعني مش عارفة. المهم جيت هنا لقيت بقى كل واحد زي ما قلت لكم، بقيت اجمع لهم هدومهم كده. واحط كل واحد هدومه في ظرفته لحد ما الحمد لله الحمد لله وفقت كده. عايزه اقول لكم والله العظيم الهدوم الشتوي انا ما لاقيه لها مكان، انا مش عارفه احطها فين. لو حد عنده مكان يا ريت ياخدهم عنده، وان شاء الله السنه الجايه في الشتويه هاخدهم منه. تمام تمام. الهدوم طبعا زادت لان احنا ما شاء الله يعني العيال بتكبر والهدوم بتصغر، فبنشتري فالحاجات دي كلها فبتفرق. فبنضطر ان احنا الهدوم بتاعتنا تزيد. عشان كده تلاقوني انا مش عارفه اعمل ايه. عايزه اقول لكم ان في هدوم انا برضو لسه مش لاقياها في الصيفي، انا مش عارفه هي فين. لان انا برضو حاسه ان الهدوم قليله. انا كده كده هنزل اشتري برضو للعيال هدوم، لان اكيد يعني اكيد في عندي مريم هدومها عايزه محتاجه هدوم، وعندي دودو برضو محتاجه هدوم وادم. لكن مالك عنده هدوم كتير جدا، لان ده دايما اللي بياخد من ورا اخواته هو اللي بيبقى كسبان. فمالك طبعا عشان هو الولد فعمال ياخد كل هدوم ادم، هو ايه مستولي عليها. فتلاقوا مالك عنده هدوم كتير جدا، كل حاجه من ورا ادم هو اللي واخدها. فتلاقوه راجل كده مبسوط يعني عنده هدوم كتير.
المهم، وحتى لو اشتريت له هدوم، الهدوم بيلبس فيها بالسنة والاتنين بسبب ان هو رفيع ومش بياكل، فالهدوم معمرة يعني. المهم، قعدت برضو اجيب الهدوم كده واعلق في الشماعات والبنطلونات. عارفين الشماعة اللي هي بتاعت البنطلونات؟ برضو علقت فيها بنطلونات ادم زي ما انتم ما شفتوا كده معايا. وكل ترنج بقيت اوفق له الترنج دوت. اللي انا بعلقه ده بتاع مالك، ليه جاكيت كانوا بيلبسوه الايام اللي فاتت، وكنت بلبس تحتيه هيكولات. فانا هضطر ان انا اصيف لو صيفت، يعني لو انا صيفت، هما لسه ما لبسوش صيفي لحد دلوقتي. قلقانه برضو. بس انا يعني هضطر ان انا اصيف بقى، خلاص كفايه كده. النهارده شم النسيم يا جماعه، يعني مش عارفه يعني في ايه تاني استنى. المهم، فانا هعمل ايه؟ فهضطر ان انا البس جاكيت. يعني الجو ساقع بكره، فانا هضطر البسهم نص كم تحت الجاكيت. يعني يبقى فاهمين، فلنا مثلا قط و... والنص كم والجاكيت. هو الجاكيت خريفي على فكرة، مش تقيل يعني، اللي بالكوا فيه علشان برضو العيال. وطبعا آدم ده بالذات أنا لازم أصلبه لحد الامتحانات، يعني أخلي بالي أكتر وأكتر بالذات على آدم، عشان ربنا يعني يكرمنا إن شاء الله ونعدي السنة دي على خير، من غير لا قدر الله ما يتعب مني ولا ياخد دور برد ولا اي حاجة من دي. انتوا عارفين يا جماعة، احنا داخلين على امتحانات اخر السنة خلاص، فاضل لها بعد بكرة. فعايزين ربنا كده ايه يعديها على خير يا رب السنة دي، وتمر علينا والحمد لله كده بدون ايه، يعني ما حد لا قدر الله ولا يتعب ولا يجيله دور برد ولا الكلام ده كله، عشان برضو ايه يبقى فايق والكلام ده كله. هنا زي ما انتوا شايفين قاعدة اعلق في الشماعة اهو، وربنا يتولاني وعمالة اعلق. يعني الدنيا سهلة معايا لما انا وفقت كل واحد هدومه، فحسيت ان الدنيا سهلت عليا. دوب بس بحط الهدوم على وشها علشان طبعا ابقى شايفة البادي ده بتاع ايه والطقم ده بتاع ايه، والدنيا تبقى سهلة عليا. هما كده كده العيال عارفين هدومهم، وكل واحد بيطلع اللي هو عايزه بيلبسه. بس فانا كده الحمد لله خلصت، الحمد لله. وكان الغدا بتاعنا أكلة بسيطة كده وجميلة وحلوة على قلبي. طبعا عملت لهم اليوم ده سمك بصلصة. هو مش النهاردة عشان ما اكدبش عليكم، يعني اليوم انا كنت عاملة سمك بصلصة وما صورتوش معاكم، وقلت اصوره معاكم وانا احطه لكم في الفيديو. ويا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف ولذيذ على قلبكم، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.